الحريرة مكوناتها غير وحدة، وفي بعض الأحيان ميم الطريقة تكون كيف طريقتي وطريقتك كيف، بصح كل وحدة وحريرتها وكل وحدة وبنتها. ناس بكري يقولوا البنة نتاع الحريرة في اليدين، وانا نقول لكم راها في الطريقة وفيها أسرار لازم تتبعوهم، غادي تجيكم كي حريرة الأعراس. واللي ياكل غير فيا يبغي يزيد الزهجه وغادي يسقسيوك كيفاش درتي الحريره تاعك، نقول لك تبعي معايا الوصفه والطريقه والخطوات خطوه بخطوه، اكيد غادي تنجحي فيها. وهذا رمضان غادي تبهريهم بالحريره تاعك. السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي جديده شاف ليله التلمسانيه، سميتها بهذا الاسم على خاطر غادي ندير لكم كاع الوصفات التقليديه نتاعنا. يعني دروك ما كاش لي تقول لي حريرتي ماشي بنينه ولا شربتي ماشي بنينه ولا الطعام ما نعرفلاش ولا الطعام يجيني صامت. ان شاء الله معايا ماكلتكم كاع تولي عسل يعني. وهذه ماشي هضرتي انا، ماشي كيما يقول لك حوحو يشكر روحو، روحوا للتعليقات وشوفوا الوصفات تاع الحريره اللي حطيتهم تاع بركوكس تاع الطعام، شوفوا التعليقات نتاع الناس. ما كاش اللي جربوا الوصفات وما نجحوا لهمش، كاع ناجحين باذن الله. بدون اطاله نفوتوا المقادير وطريقه التحضير، بسم الله. شوفوا البنات، هنا الخضره تاعكم لازم تكون جديده وكاع باش الحريره تجيكم بنينه. جيبوا زوج حبات تاع بصل كبار، البطاطا غير حبه صغيره، مام الكابويا غير حبه صغيره، ولا ما كانش عندك تقدري تستغناي عليها. انا كي تكون عندي الخضره نبغي ندير كاع الخضره باش تجي مغذيه. 3 حبات طوماطيش كما راكم تشوفوا حمر مع هذيك الطوماطيش الطايبه، و3 حبات تاع الزروديه. بالنسبه لي زيبيس، عندنا هنايا مغرف كبيره تاع فلفل احمر، كثروا فلفل احمر باش تجيكم الحريره حمراء. مغرف صغيره معمره تاع الكركم، مغرف صغيره معمره تاع سكر جبير، نص مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، وثاني لي زيبيس تاع الحريره هذوك اللي يجوا مخلطين تفاوح كاين اللي يقولهم العطريه، نديروا مغرف كبيره، عود قرفه وزعفران. اكيد ما درتهاش في الطبسي كما تعرفوا زعفران يطلق اللون بزاف. ونديروا مغرف ونص صغار تاع الملح يقعد يعني اذواق. وهنايا مرصو تاع اللحم نتاع البقري ولا تاع الخروف، يعني الحريره التلمسانيه، الحريره كاع عامه ماشي غير التلمسانيه وهرانيه تاع الغرب كاع تجيب لحم الخروف، يعني الاصليه بالحم الخروف. تسمى انا درت لكم الحريره التقليديه تاعنا. بصح الا ما كاش عندكم دائما نقول لكم جود من الموجود. ما كاش عندك لحم الخروف معليش قدي ديريها بالدجاج، بصح الاصليه تجيب لحم الخروف. نجيبوا الكيكوطه تاعنا ونديروا كاس تاع الزيت، هذاك الكاس تاع لاتاي، يعني كاس تاع لاتاي ولا فنجان تاع القهوه عمريه مليح بالزيت، ديريه في الكوكوط وديري هذاك المرصو تاع اللحم اللي كنا غاسلينه. وندير هذيك الخضره اللي قطعتها، يعني الخضره اللي وريتها لكم قطعتها، الطوماطيش والبصله قطعتهم على 4، والخضره الاخرى قطعتها غير على 2، يعني الزروديه الحبه على 2، البطاطا هذيك الحبه على 2، كابويا على 2، بصح البصله على 4 والطوماطيش على 4. كيما هكا كيما راكم تشوفوا ونديرها في الكوكوط. تبغوا تقصوها كاع صغيره صغيره يعني باش في ساعه طيب معاكم، وثاني كي تجيو تسرحوها تجيكم سهله، لكم الاختيار. المهم انا درتها لكم كيما هاك كيما راكم تشوفوا، ودروك نديها فوق الغاز تتقلى. شوفوا البنات تقعد تتقلى على نار متوسطه، كي تشوفوها بدات تطلق الريحه تاع الخضره وطلقت هذيك لاصوص تاع الطوماطيش، عاد نجو نكبوا هنايا لي زيبيس. شوفوا البنات الملح راه في الوسط، يعني غير طبسي بيض بالك ما عادش يبالكم. كيما هكا كبينا لي زيبيس من الفوق حتى دخلها التقليه من التحت. جيت كبيت لي زيبيس ودرت شويه زعفران مع هذاك العود تاع القرفه، كاع درناهم هذوك لي زيبيس اللي قلت لكم عليها. شوفوا السر الاول تاع الحريره اللي طبعها هو هذا القزبر المزرع اللي فيه الزريعه وفيه هكا الورد. حنا في الغرب في تلمسان نقولوا لها القزبر، كاين اللي يقول لها حشيش الشربه يبان لي، المهم في منطقتكم قولوا لي كيفاش تقولوا لها. وشويه تاع الكرافس، القزبر يكون اكثر من الكرافس. البنات كاين ولايات على بالي ما عندهمش هذا القزبر اللي فيه الزريعه، معليش قدوا ديروا بالمتوفر عندكم. نقيوه ونغسلوه ونربطوه هكا بخيط ابيض، نعقدوه كما شفتوا، ونجو هنايا نقعدوا نقلبوا في هاد الخضره اللي راها تقلى. دروك عاده نقلبوها، يعني لي زيبيس كانوا من الفوق باش ما ينحرقوش حتى نحسوها تقلات مليح، عاده ونقلبوها كما هكا نخلطوها مليح. نحطوا هذاك القزبر ونحطوا كميه صغيره تاع الحمص، يعني ماشي بزاف، قدر هكا واحد الفنجان معمر هكاك تاع الحمص. الحمص اللي تكونوا مرطبينه من قبل، هذه حاجه باينه، اللي يكون عندها في الكونجيلاتور تغسلها من هذاك لاكلاص وتحطها. شوفوا البنات المرقه اللي طلقها، يعني غير في التقليه طلق واحد المرقه واحد الريحه. شوفوا صراحه تاع العراس راها طالقه في الدار ريحه رمضان. شوفوا كي تشوفوا هذيك التقليه ولات هكا طلقت لاصوص تاعها لتحت، عارفي بلي الحريره تاعك غادي تجيك بنينه. كي نقول لك تجي بنينه تجي بنينه بالسيف عليها. دروك السر الزاوج في التمراق، لازم تمرقي بالماء سخون، ماشي هاد التقليه كاع اللي قليناها تجي تكبعيها الماء بارد تضيعي كاع البنه.
دروك نمرقوها بالماء سخون. انا البنات علاش راني ندير على دفعات الخطر عبرتها لكم، على بالي كاين المبتدئات تبغوا الماء بالعبر. هنا البنات عبرتها لكم بهذا، درت 2.5 لتر نتاع الماء. هاد الخضره اللي شفتوها يدخل فيها الماء 2.5 لتر نتاع الماء سخون. نخلطوا كلشي غايه كيما هكا ونخلوا المرقه تاعنا حتى تغلى. كي نشوفوا الكيكوطه غلات عاد نبلعوها كيما هكا. نجي هنا نبلعها ونخليها تقريبا واحد 45 دقيقه على نار متوسطه. وهنا بعد ما فاتت 45 دقيقه دوك نجي نحلها معكم تشوفوها كيفاش طابت مجمره. يعني هذيك التقليه مليحه للحريره. شوفوا هذاك الروا كيفاش جا. هنا البنات صفيوه، شفتوا هذاك اللي دام اللي يجي من الفوق هذاك الروا، صفيوه هذاك الصافي. قلعوا تقريبا واحد الكاسرونه هكاك صغيره، ونجيو نقلعوا هذا القزبر عصروه مليح، هذاك العود تاع القرفات، قلعوا اللحم. ودروك البنات نجي نقول لكم السر الثالث واللي نسميه انا السر الاصلي في الحريره، السر الحقيقي الاصلي سميوه كيما تبغوا. المهم اللي هو الرحات اليدويه ماشي الميكسر. الحريره تاع الميكسر ما تجيش بنينه كيما هاد الرحات تاع بكري. جربوها وردوا عليا الخبر. الحريره تاع هاد الرحه تجي بنينه كتر وهاربه بزاف على حريره الميكسر. المهم البنات شفتوها وين تطحن هذيك الشبكه ولا هذيك البياسه اللي تجي لتحت باش تطحني، كاين اللي تقب تاعها كبار وكاين اللي صغار. نتوما خيروا هذيك اللي تقب تاعها كاع صغار باش ما تجيش الحريره فيها هكا الخضره باينه. وطحنوا كيما هكا، تقعدوا تكبوا الخضره والمرقه وتطحنوا. ونجي نقول لكم الفرق بين الرحات اليدويه والميكسر. شوفوا البنات، حريره الميكسر هاد المرقه كاع اللي طيبناها، الحريره اللي طيبناها شتو كي حليتها هكا شويه ميضمه وتبان مجمره، وكانت تطحنيها ديريكت بالميكسر تولي الاولى اورانج، الزوجه تولي كالبويون، القوام نتاعها كاع يتبدل. هذاك اللي دام اللي في الحريره ويروح ما تعرفيش كاع وين راح. كي ديري بالميكسور يروح، ماشي كما تطحني هكا بيديك. هنا البنات بعد ما تطحنوا كاع الخضره ديروا تقريبا واحد نص لتر هكا تاع الماء يكون سخون فوق هذيك الخضره هكا، تشلوها وشوفوا واش قلعنا منها. يعني هذا كاع ينقلع، هذاك القشور تاع الحمص، هذاك القشور تاع طوماطيش، كلشي يقعدوا الفوق. زدت لها شويه ماء. في العموم كاع الماء اللي زدناه هو نص لتر. وملاحظه البنات اللي ما يبغيش الحمص مطحون تقدي تلقطي هذوك الحبيبات تاع الحمص ترديهم في الحريره، يعني ما تطحنيهمش. وشتو هذيك المرقه الاولى اللي صفيتها اللي كان فيها ليدان من الفوق راني رجعتها فيها. غير جربوا بهذه الطريقه وتشوف تجي بنينه تاع الصح. وهنا البنات عندي التشيشه. اللي ما يعرفش التشيشه هذه هي، يعني قربت لكم الصوره. كل مره تسقسوني كاين اللي يقولوا لي واش هي التشيشه. هذه هي البنات التشيشه. ندي مغرف ونص، مغرف كبيره تاع الاكل، مغرف ونص، وندير لها الماء هكا ونغسلها حتى ل4 خطرات 5. تشوفوا هذا الماء اللي من الفوق صفى، خاطر هي تطلع هذوك الشوائب كاع من الفوق ونقيسوها. ونجي نكبها هنا في الحريره اللي رديت الحريره فوق الغاز، يعني راها تغلى. ونخلط البنات كي تكبوا التشيشه خلطوا مليح باش ما تلصق لكمش لتحت. الحريره التلمسانيه انواع، نديرو تاع التشيشه، نديرو غير تاع الفرينه وحدها ما فيهاش كاع التشيشه، نديرو هكا تاع شوربه فيرميسال هكا نزوقوها بشوربه فيرميسال من الفوق، يعني كل مره وكيفاش. وشوفوا البنات هنا نجو نديرو الفرينه. حنا الحريره تاعنا تاع التلمسان نديروها بالخميره، يقولوا لها الخميره المربيه في الدار، كاين اللي يسميها خميره الرزق. هذيك البنات ما راهاش عندي اليوم، ما كنتش خادمتها اليوم، درت لكم فرينه عادي. بصح نوعدكم قبل رمضان نوريكم الطريقه تاعها كيفاش تخدموها في الدار، وندير لكم ثاني حريره بها. شوفوا البنات، درت كاس تاع 240 ملي تاع الماء ولا 220، نديروا فيه 2 مغارف كبار تاع الفرينه، نديروا فيه مغرف نتاع التفاح نتاع الحريره ولا العطريه ولا نقولوا لهم راس الحانوت، نديروا فيهم مغرف ونص نتاع الكرويه اساسيه في الحريره بصح مع التالي ماشي مع الاول. درت فيهم 5 حبات نتاع الكبابه. انا شريتها هنايا حب ماشي مطحونه، وكميه قليله هكا تاع القزبر، ما ديروش لي فيه الاغصان، يعني غير هذاك الربيع اللي من الفوق نقصوها رقيق كاع بزاف كيما راكم تشوفوا، يعني قصوها رقيقه ما تبانش في الحريره، غادي تطلق غير البنه. ونزيدو مغرف كبيره تكون معمره مليح كيما هكا طوماطيش تاع القوطي، يعني الطماطم مركزه ولا مصبره، خلطوا كاع غايه حتى تحل هذيك الطوماطيش في وسط هذا الخليط في وسط هذه الفرينه. ثاني هذه الخلطه غادي تزيدها بنه على بنه، تجي كيما تاع الاعراس، يعني بدون مبالغه ولا صراحه تجي بنينه بزاف. نقولكم غير جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا، متاكده غادي تعجبكم. هنايا بعد ما طبخت هذيك التشيشه تاعنا واحد 5 دقائق هكا ولا 7 دقائق، نجي نكب الفرينه مع التحريك المستمر، يعني باش الفرينه ما تهوتش لتحت. كبيتها دفعه واحده، نقعد نخلط مليح. وفي هذه المرحله نخليها تطيب ربع ساعه ونطفي عليها. البنات ربع ساعه، كاين اللي كيدير الفرينه يخليها غير 5 دقائق ويطفي عليها ويحسب الحريره تاعها طابت.
وهي الفرينه باش طيب الخاطر ما راهاش محمصه، الفرينه باش طيب على الاقل واحد ربع ساعه طيب غايه، والحريره تاعكم تجيكم عاقده، ما هي عاقده بزاف ما تاني جاريه بزاف، تجي هذاك هو القوام نتاعها، تجي بنينه تاع الصح. راني غير نشكر ونعاود نتمنى تجربوها، اللي متاكده باللي كي تجربوها من التجربه الاولى غادي تنجح لكم وغادي تعجبكم باذن الله. هنايا بالنسبه اللي يبغوا الحار ولا حتى ما يبغوش الحار، شوفوا اللي ما يبغوش الحار ديروا هذاك الفلفله تكون هكا صغيره، ما تتقبوهاش باش ما تطلقش الحار بزاف. كما انا بكيتها هكا بالخدمي، يعني تقبتها وغسلتها مليح وحطيتها باش تطلق لي البنه. انا افراد الاسره تاعي يبغوا الحار، وصراحه هاد القرن تاع الحار يزيدها بنه على بنه. وشوفوا هنايا كيفاش راها طيب، اللون تاعها يجي احمر، يعني غير التصوير مداك صورت في الليل ما راش عطيها حقها، تجي حريره حمراء ماشي هذيك الحريره الاورانج، وثاني ماشي هذيك الحريره الكحله. ما ديروش الكرويه في الاول باش الحريره تاعكم ما تكحلكمش. شفتوا هذاك اللحم اللي طيبنا به نفتوه، وكي نجو رايحين نطفو عليه نديروه، ما ديروهش كاع ملي حطيتوها فوق النار وهو يغلى، خاطر يولي غير خيوط ويتفتت ويلصق لكم لتحت. ديروه صاي كي تجو رايحين تطفو. انا غير درتها خليتها طبخت خطره ولا زوج هكا، واحد نص دقيقه ولا وطفيت. كما راكم تشوفوا انا الحريره نتاعي زدت لها واحد الفرح هكا صغير تاع القزبر، عقدته وراه لداخل راكم تشوفوا فيه، يعني باش ما نقطعش فيها بزاف القزبر مقطع. انا ولادي ما يبغوش هكا كي يكونوا ياكلوا يصادفوا القزبر مقطع، ما يبغوش. مالا دائما نديره معقود وفي التالي نقلعه ونقيسه. ونجي هنايا نحطها معكم في الغرفيه تشوفوا القوام نتاعها كيفاش داير. يعني ما هي هذيك الحريره الثقيله بزاف، ما تجي خفيفه بزاف، تجي وسط. هذيك هي، هذا هو القوام نتاعها. انا عطيتكم حتى الماء بالمقادير، تبعوا المقادير تبعوا الطريقه اكيد غادي تنجحوا فيها. يعني هاد الحريره درتها سبيسيال للمبتدئات، عليها عطيتكم العبر نيشان، مام التوقيت قلت لكم عليه. شوفوا البنات، وهنايا حاجه باينه الحريره تقدم مع عصره تاع الليمون. ديري الليمون، انا ما نبغيش ندير في القدره، يعني كاين اللي يبغي الحموضيه كاين اللي ما يبغيش. نحط هذاك نصف ليمونه قدامهم، اللي يبغي يدير في غرفيته يدير شحال ما بغى. المهم في القدره ما نديرش فيها الليم، باش هكا حتى لا بقات لكم الحريره في القدره ديريها في الفريجيدار، ما تحماض ما والو ما عليها والو، الصباح تعاودي تفطري بها. وعلى بالكم الحريره كي تبات تولي بنينه زياده، يعني هذه سقسوا ناس بكري يقولوها لكم، وبصح عن تجربه الحريره كي تبات في الفريجيدار تولي بنينه على النهار الاول. وهذه يا غالياتي اللي جربتها معايا تخلي لي تعليق، نقول لكم ما تبخلونيش بهذاك الجام وهذاك التعليق الحلو كيفكم هكا باش يطلع الفيديو ونزيد نمد لكم اكثر واكثر وصفات اسرار ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.